السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. لايفات بقى نرجعها تاني كده ان شاء الله مع بعض كل يوم حد واربع. النهارده خلينا نتكلم نخش في الموضوع على طول. نتكلم على موضوع ترندي كده جدا على السوشيال ميديا الايام اللي فاتت، وهو عن حاجة اسمها الاكريليمايد. الاكريليمايد هي مادة كيميائية موجودة في بعض المواد الغذائية، موجودة في الجو وفي البلاستيكس وفي الورق. بس ايه حكاية الاكريلاميد وايه الاسم الغريب ده؟ ناس كتير قوي هتلاقيها بتتكلم على المقليات وعلى قلي البطاطس في الزيت، ولا في القلاية الهوائية، ولا في القلاية اللي هي الديب فراير، ولا الاير فراير اللي هي القلاية الهوائية. وناس كتير قوي بتقول ان قلي البطاطس في القلاية الهوائية مش بيكون الاكريلاميد، اللي هو المفروض ان هو ماده مسرطنه وبتجيب سرطان وبتجيب بلاء ازرق. طيب خلينا نتعرف الاول، هو الاكريلاميد ده هو ماده فعلا مسرطنه ولا لا؟ الاكريلاميد هو ماده كيماويه طبعا زي ما قلنا، وهي من المواد اللي فعلا بتسبب خلل في الحمض النووي البشري. تمام. لما ادوها لحيوانات تجارب بجرعات كبيرة على فترات يعني من متوسطة لطويلة، فعلا الحيوانات التجارب دي اللي هي الفئران التجارب أصيبت بأنواع مختلفة من السرطانات. ولكن هل في دليل دامغ على ان كمية معينة من الاكريلاميد التعرض ليها الانسان لفترة معينة هتصيبه بنوع معين من السرطان؟ لغاية دلوقتي لا، مفيش اي بحث قال الموضوع ده بوضوح ان التعرض لمادة الاكريلاميد بحجم معين بكميات معينة على مدار زمني معين هيصيبه بانواع معينة من السرطانات. ولكن اي مادة بتسبب خلل في الحمض النووي البشري وبتسبب اورام سرطانيه في حيوانات التجارب لازم ناخدها على محمل الحذر. زي الاكريلاميد حاجات كتير جدا على فكره في احنا بنتعرض لها. زي ما قلنا قبل كده، في من المحليات الصناعيه الاسبرتام والسكرولوز اللي هو بيبقى موجود مع بعض محليات الاستيفيا، وحاجات تانية كتير جدا مشتبه انها بتعمل سرطانات في الانسان، لانها في التجارب بتعمل خلل في الحمض النووي. واحنا قلنا الحمض النووي هو ده اللي لو باظ لا قدر الله ممكن الخليه تعمل سرطان. ولما عرضوا حيوانات التجارب للماده دي اللي هي الاكريلاميد، ومن قبلها الاسبرتام، ومن قبلها كذا ماده تانية، لقوا ان فعلا حيوانات التجارب دي بتصاب بالسرطان. ولكن الموضوع بيعوز وقت كتير قوي عشان اعرف الكميه الامنه من الماده دي قد ايه. يعني الجسم يستحمل ان هو يتعرض للماده دي بحجم قد ايه على مدى قد ايه، بحيث ان هو ما تسببلوش ضرر. لان برضو ساعات هم لما يجوا يعملوا التجارب دي على حيوانات التجارب بيعرضوها ل مستويات عاليه جدا من الماده، ففعلا بتسبب لها سرطان، لانها بتكون بمستويات عاليه على مده زمنيه قصيره، وبتمتد ساعات المده دي لفترات اطول شويه. لكن اصلا عمر الحيوانات دي كلها بيبقى قصير، فغالبا بتبقى في كميات كبيره في مدد قصيره، مثلا 3 شهور 6 شهور، وفعلا الخلايا بتبوظ وبتعمل سرطان. طيب الاكريلاميد ده موجود فين؟ الاكريلاميد موجود في القهوه، في السجاير، في حاجات كتير قوي، في البلاستيكس، في الهواء حتى اصلا، من ملوثات برضو الهواء. ولكن في الاكل بقى الاكريلاميد موجود في اشهر حاجه موجود فيها هو البطاطس، الفرنش فرايز او الشيبسي. ليه بقى؟ لان الاكريلاميد ماده بتتكون لما النشويات بتتعرض للحراره، ايا كان مصدر الحراره ايه. يعني سواء كان مصدر الحراره ده جاي من اير فراير اللي هو الهواء السخن، او ديب فراير اللي هو زي الزيت السخن، او حتى في الفرن. يعني اي حراره هتسبب ان النشويات لما تتعرض اللي هو الستارش، لو ما يتعرض لدرجات حراره عاليه جدا هيبدا يكون ماده الاكريلاميد. طيب خد بقى المفاجاه الرهيبه، لما تلاقي كام واحده حلوه كده طالعه ماسكارك الاير فراير، ولا كام واحده على التيك توك ولا على الانستجرام وتقول لك ده الاير فراير صحيه جدا، ده ما بتعملش الاكريلاميد، ده ما بتعملش الاكريلين، ده مش عارف ما بتعملش البولي هيدروكربونز. ماشي، كل ده انا معاك طبعا، مش هتعمل بولي هيدروكربونز لان دي من الزيوت. ولكن هل مش هتعمل اكريلاميد؟ خد المفاجاه، في بحث جديد قال ان القلي في القلايه الهوائيه للبطاطس بيسبب تكون الاكريلاميد 40% اكتر من الديب فراير. تخيل، يعني القلايه الهوائيه بتكون اكريلاميد في البطاطس اكتر من قلايه الزيت العاديه خالص، او ان انا اقلي في الزيت او في الفرن. طب هو ده مضر برضو؟ يعني الموضوع ده مضر؟ لا مش مضر. يعني لو لو هستخدمها
في الكميات المحدوده عادي. يعني برضو زي ما احنا قلنا دايما ما نشقش على نفسنا، يعني ما نزودش الموضوع. ولكن مثلا انا مش كل يوم هاكل فرنش فرايز، مش كل يوم هاكل بطاطس مقليه، مش كل يوم هاكل حاجات نشويه موجوده في تعرض لحراره عاليه. وعلى فكره الموضوع مش بس حصري للبطاطس المقليه او الشيبسي، ولكن هو اي نشويات اتعرضت لدرجات حراره عاليه باي صوره من صور الحراره، سواء اير فراير، سواء زيت، سواء فرن، اي حاجه تعرضت للحرارات درجات التسخين العاليه عشان تستوي. طيب موجود فين برضو الاكريلاميد؟ موجود في حاجه احنا بنقدمها لاطفالنا للاسف كتير، غير طبعا الفرنش فرايز والشيبسي اللي هم طبعا مضرين جدا. موجوده كمان في اللي هي حبوب اللي هو الكورن فليكس، اللي احنا بنقدمه ساعات للاطفال في الصباح عشان يفطروا بيه. وزي ما قلنا الكورن فليكس ده من اكبر المشاكل اللي ممكن تديها لطفلك في الصبح. اكلي ابنك بيض، اكلي ابنك فاكهه، اكلي ابنك مصدر عالي للبروتين، ولكن بلاش كدبه ان احنا نديهم اللي هو ده الفطار الصحي ووجبه الافطار المهمه فنديهم كورن فليكس. طبعا اللبن حلو لو شربوا لبن، ولكن اشربوا لبن وزبادي وموز واي حاجه صحيه، بطاطا مسلوقه، اي حاجه من الحاجات الصحيه دي احسن كتير من الكورن فليكس. نرجع تاني لموضوعنا، وموجود الاكريلاميد كان موجود في القهوه وموجود في السجاير وموجود في الهواء زي ما قلنا. يبقى الاكريلاميد هو فعلا ماده كيماويه ضاره، ماده كيماويه بتسبب الضرر للحمض النووي البشري، ومشتبه في كونها تسبب السرطان لدى البشر، وفعليا بتسبب السرطان لدى حيوانات التجارب لما تعرضوا ليها بكميات كبيره على مدى قليل. ولكنها ليست ماده محرمه، مثلا تحريم مثلا النيتريت او مشتقات النيتريت اللي موجوده مثلا في اللحوم المصنعه، واللي اتكلمنا عليها كذا مره قبل كده، وقلنا ان اللحوم المصنعه قولا واحدا بتسبب السرطانات، بترفع من معدلات الاصابه بالسرطان، خاصه سرطانات البنكرياس والقولون والجهاز الهضمي والرئه. فدي طبعا نتجنبها. وعايز برضو من الحته دي اتطرق لموضوع سريع كده، وهو الاكل السريع او الوجبات السريعه اللي بنقدمها لاطفالنا، واللي لازم احنا طبعا نحذر منها ولازم نحافظ على اطفالنا منها. يعني زي ما قلنا الكورن فليكس حاجه مش كويسه، برضو الوجبات السريعه حاجه سيئه جدا. يعني لما اقدم، تخيل بقدم لابني او بنتي الصغيره وجبه سريعه عباره عن مسمينها الكومبو، اللي هو بطاطس مقليه وبيبسي اللي هو مشروبات غازيه، وبرجر او لحوم مصنعه او سوسيس او هوت دوج او الحاجات دي اللي هي اللحوم المصنعه ساندويتش. يعني احنا في تقريبا يعني فعلا دي قنبله، يعني دي ممكن اسميها قنبله سرطانيه. ليه بقى؟ العيش من اسوأ الحاجات اللي في الدنيا طبعا، لانها دقيق وسكر وزيت ومخبوزات. البخبوزات من الحاجات السيئه اللي بتسبب اضرار كتير قوي. يعني نحاول طبعا نقللها قدر الامكان في نظامنا الغذائي. الحاجة التانية الوحشة هي اللحوم المصنعة، سواء كان سوسيس، برجر، أي حاجة من الحاجات الهوت دوج، الحاجات اللي هي المصنعة دي مسرطنة قولا واحدا، ما فيهاش فصال، يعني مش هنقعد نفاصل. الحاجة التانية البطاطس اللي هي فرنش فرايز، طبعا مقلية في الزيت، مشاكل الزيت والبولي هيدروكربونز والمواد المسرطنة وإعادة استخدام الزيوت والزيوت الصحية، واتكلمنا عليها في أكتر من مرة. تاني حاجة الأكريلاميد اللي احنا قلنا احنا شاكين فيه إن هو يكون مادة مسرطنة. ده بالنسبة للبطاطس، وغير إن طبعا البطاطس ممكن يكون بقى بايظة، والحتة الخضراء والحتة المحروقة اللي احنا قلنا ما ناكلهاش وما نقربش منها. الحاجة التالتة هو المشروب الغازي، اللي هو برضو مليان سكريات كتير جدا ما بتفيدش الاطفال، وبتسبب السمنه ليهم، وبتسبب سعرات حراريه ما تتحرقش، وبتسبب لهم السمنه وامراض تانية كتير. وعلى الجانب الاخر لو السكر ده قلت بقى ده انا هديله سكر دايت، فهقع في انواع السكر الدايت اللي معظمها بيبقى هو الاسبرتام في الكولا والبيبسي والمشروبات الغازيه اللي في المطاعم. وده طبعا برضو ماده اخطر بقى من الاكريلاميد، لان هم عملوا تطرقوا بقى للانسان ولقوا ان هي ماده مسرطنه للانسان. اي نعم الحدود الامنه بتاعتها واسعه شويه، يعني عشان تعدي الحدود الامنه ممكن تشرب مثلا 10 كان في اليوم، يعني مثلا 5 لتر بيبسي دايت مثلا، او تستخدم كذا حبايه او كذا كيس من الاسبرتام. ولكن احنا زي ما قلنا قبل كده، كون الماده مسرطنه يبقى انا استخدمها في اضيق الحدود، لان انا يا عم انا عارف ان مثلا الماده دي مسرطنه ولكن حدودها الامنه كذا، ولكن كل انسان بيختلف عن التاني. ممكن يكون الحدود الامنه لفلان ده مناعته افضل مني، جهاز اجهزه الجسم بتاعته في حاله افضل مني، ممكن يكون عندي امراض مزمنه
ازمنه تانية، فيكون تحمل الخلايا خلايا تلف الخلايا عندي مش زي عنده. هو عنده قدره اكبر على الاصلاح، فاول ما اعرف ان الماده دي مسرطنه او فيها شك انها مسرطنه تستخدم في اضيق الحدود، مش بتسيب الموضوع مفتوح. يبقى النهارده اتعلمنا كذا معلومه ان الاير فراير هي طبعا اكتر صحيه من القلي في الزيت، ولكن مش هنعملها ان هي ملاك وملهاش اي اضرار، ولكنها فيها بعض الاضرار. ومن الاضرار من الحاجات اللي بيسوق ليها ان هي ما بتسببش ان تكوين الاكريلاميد في المواد النشويه زي البطاطس، ولكن لا، ده بتكون مواد بتكون الاكريلاميد، وكمان ممكن نسبه اكبر كمان من القلي في الزيت. ولكن زي ما قلنا الموضوع مش منع ولكن استخدام، ولكن بحذر وتقنين. الحاجه الثانيه قلنا نبعد ولادنا عن الفاست فودز، نبعد ولادنا عن البرجر والسوسيس والاكلات السريعه، عن المياه الغازيه حتى لو كانت دايت، عن البطاطس والشيبسي. دايما مش ابنك يقول لك انا عايز فلوس اجيب مصروف يا ماما اجيب بيه شيبسي وبيبسي، دول حاجتين كومباينيشن مهلك يعني، حرام جدا. الواحد بيشوف امراض في اطفال ما كانش بيشوفها زمان، الواحد بيشوف تسوس اسنان اطفال ما كانش بيشوفها زمان. احنا الجيل بتاعنا الواحد برضو مش كبير قوي يعني جيل الثمانينات زي ما بنقول، عمرنا ما رحنا لدكتور اسنان غير واحنا في معلش جالي مكالمة. زي ما قلنا الحاجات دي لازم نبعدها عن أطفالنا قدر الإمكان، لأن هي مضرة جدا ليهم على المستوى القريب. زي ما قلنا في موضوع تسوس الأسنان، وإن إحنا كناش بنروح أصلا لدكاترة أسنان، والموضوع ده بقى كومن جدا. وكمان الأطفال يا عيني اللي هم تحت 10 سنين لو رحت أعمل لهم حشو ضرس ولا حاجة بيحتاجوا يا جماعة تخدير كلي، فالتخدير الكلي ده مش حاجة هينة. تخيل هتضطر إن أنت تخدر ابنك كليا عشان تحشي له ضرس ولا تصلح له ضرس، وده شيء سيء جدا. طبعا ده مش بالنسبه طبعا للشيبسي والبيبسي بس، طبعا بالنسبه للحاجات الكتير اللي هم بياكلوها بقى، دوناتس وشوكولاته وحاجات كتير من الحاجات اللي فيها سكر كتير جدا ومش مفيده باي حال من الاحوال. الحاجه التانية زي ما قلنا كده، احنا عرفنا موضوع الاكريلاميد، وعرفنا موضوع البطاطس المقليه وازاي تبقى نتجنب ان هي تكون فيها مشاكل، وان احنا نستخدمها بتقنين ولكن ليس المنع زي ما تعودنا. احنا بناكل كل حاجه بالمعقول، ما عدا الحاجات اللي هي معروف انها مضره جدا جدا او بتسبب مشاكل صحيه زي اللحوم المصنعه. حتى اللحوم المصنعه قلنا ممكن مره في الشهر او مرتين في الشهر بحد اقصى، ويا سلام لو كانت معموله في البيت يبقى كده ممكن نزود كمان 3 4 مرات، لان طبعا مش هيكون فيها المواد الحافظه. اشوفكم على خير ودايما تكونوا بخير، وسلام عليكم.